ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ النهارده هنعمل مع بعض غدا سهل وسريع. وعايزه اقول لكم بربع كيلو من الصدور او من البانيه هنعمل غدا قمر كله. بصوا فوائد حلوه جدا. مكوش دعوه بالبانيه اللي كله فوائد، لا خليكم في الرز. المهم تعالوا بقى نبدا مع بعض في وصفتنا النهارده. بصوا بقى، سموه مسحب سموه بانيه، المهم هنعمل احلى كفر للبانيه بدون بيض بقى، وعايزه اقول لكم تحفه. تعالوا يلا نبدا مع بعض في وصفتنا النهارده. حله فيها معلقتين كده 3 من الزيت، هننزل عليهم ببصلايه متقطعه مكعبات صغيره او مفرومه براحتكم خالص. وهنشوحها كده، ومجرد ما تدبل هننزل بالجزر المتقطع مكعبات او المبشور، مفيش مشكله خالص، يعني على حسب ما انتوا تحبوه. انا كان متوفر عندي في الفريزر مكعبات فضفته. هو يكون يعني احسن كتير لو هو متقطع مبشور، يعني شرائح بشرة كده زي بتاعة البصل. تمام. المهم بعد كده شوحتهم ونزلت بالبسلة وشوحتها كويس قوي. طبعا البسلة كانت متفرزة اوريدي، فزي ما قلت لكم كده بنشوح كله مع بعضه. وبعد كده هننزل بالبهارات بتاعتنا. بهاراتنا ايه؟ معلقة كبيرة من الكاري المبهر، ومعلقة صغيرة من الكركم، وكمان واحدة من القرفة، العود القرفة السيجار يعني، وقرنفل، وحبهان ورق لوري، ومكعب مرقة لحمة او فراخ براحتكم. وهنبدأ ان احنا نقلبهم كده مع بعض ويسخنوا قوي. بعد كده هننزل بالرز، وهننزل بطماطمايه متقطعه مكعبات او مبشوره، وننزل بقى بالملح والفلفل الاسود، ونغطي الرز بتاعنا بالميه. وطبعا معروفة لكل كوباية من الرز البسمتي كوباية ونص من المية، وفي أحيانا الرز بيحتاج كوبايتين، وفي أحيانا الرز بيحتاج كوباية، فعلى حسب نوع الرز اللي عندكم. وهنسيب بقى الرز يتشوح مع يستوي معانا كده على نار هادية خالص، مجرد ما يغلي وبس. خلاص كده الرز بتاعنا جاهز. تعالوا نحضر بقى تتبيلة البانيه. اوريدي اصلا انا حضرت تتبيلة البانيه قبل ما اعمل الرز، بس حبيت ان انا يعني اخلي الفيديو كله ورا بعضه كده، مبقاش متقطع وتوه مني. تتبيله البانيه او تتبيله المسحب او تتبيله البوب كورن فراخ، يعني مفيش مشكله خالص. عباره عن ايه؟ كوبايه من اللبن، عليه كوبايه من اللبن صغيره، يعني فنجان كده، عليها معلقه من الخل، عليها معلقه من هريسه الشطه وده اختياريه، ملح وفلفل اسود، بهارات فراخ وكاري وكركم وشطه وبابريكا وتوم باودر. بصوا ممكن تستغنوا عن اي توابل ما عدا طبعا الكاري عشان هو مبهر، او ممكن تستبدلوه بالبهارات الفراخ، مفيش مشكله خالص. وهنقلب كل ده مع بعضه، وننزل كمان لو عندك معلقه من الكاتشب كده او الصويا صوص الصويا صوص ضيفيها، مفيش مشكله خالص. هننزل بقى بمكعبات الفراخ او البانيه او اي تتبيله، اي فراخ عندك مفيش مشكله، اي صدور يعني، بتقطعي اي تقطيعه تحبيها بقى. وهنسيبها في التتبيله دي لمده ساعتين، اقل حاجه يعني. ما تسيبوهاش اقل من كده. ولو عايزين تحطوها من ليله كام ليله بايته في التلاجة مفيش مشكله. طيب بعد ما سيبته ساعتين هتلاقوا كده البانيه شرب، او القطع الفراخ شربت التتبيله. المهم ممكن تحضري هنا البقسماط وطبق دقيق، تحطي تطلعي البانيه من الصوص بتاعه ده، تحطيه في الدقيق، وبعد كده ترجعيه في الصوص تاني، وبعد كده على البقسماط. انا بصراحه يعني ايه، حبيت ان انا اخلص الدنيا دي كلها، فحطيت جبت قطعه البانيه حطيتها في البقسماط، يعني ايه، عارفين انتوا دهنه خفيفه كده او تعفيره خفيفه. وبعد كده نزلت عليها في الصوص البانيه ده، ونزلت في البقسماط تاني، وهكذا. وبعد كده بقى خلصت البانيه كله عندي، او الدجاج عموما خلصته بالبقسماط. بعد كده بقى في زيت ما يكونش غزير ولا حاجه، وزيت اهم حاجه يكون سخن وحلو، يعني يغطي طبقه البانيه كده، عشان خصوصا ان هي اصلا كانت رفيعه وصغيره. وحمرتهم بالشكل القمر ده، والكفر ما فكش ابدا. وعايزه اقول لكم بقى، يعني غرفت احلى رز مع رز بالخضار مع البانيه، طبعا يعني بروتين مع خضار، يعني في كل الفوائد لاطفالكم. وكمان يعني سيبكم بقى من البانيه مقلي في زيت، ممكن تحطوها في الاير فراير او في الفرن، مفيش مشكله خالص. بس عموما هي وجبه حلوه جدا جدا، والاولاد واحنا كلنا بنحبها. عايزه اقول لكم بقى الكفر بتاع البانيه ما فكش ابدا. وهنا هقسم لكم حته كده واوريكم قد ايه الكفر من جوه حلو قوي، وكمان الفراخ مستويه وزي الفل. جربوا الطريقه دي وان شاء الله تعجبكم جدا. ما تنسيش اللايك والشير. اشوفكم على خير في فيديوهات جايه كتيره. مع السلامه.